السلام عليكم اعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم 3 تشكيلات فقيقصات مالحين، اذواق مختلفه، كيجيو لذاذ بزاف ومقرمشين ما تشبعوش منهم. كنحتاجوا 4 الزبده، 5 القطع د الجبن، معلقه كبيره سنيده باش نحسنوا الذوق، والتوابل. المقادير تلقاوها مضبوطه اسفل الفيديو. كنخلطوا مزيان حتى تتولي الزبده على شكل بوماد، وكنضيفوا 2 ديال البيضات، كاس د الزيت بلديه او نص بلديه ونص روميه، 2 كيسان د الحليب وكاس د الماء. كنزيدوا معلقه كبيره د الخل، وكنخلطوا العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضها. كنضيفوا خماره والدقيق شويه بشويه، وحنا كنجمعوا الخليط غير بشويه، ما خصناش ندلكوه نهائيا. كنزيدوا الدقيق مره اخرى وكنجمعوا العجين. انا هنا استعملت كيلو 300 غرام ديال الدقيق بالضبط. كنقسموها على 3. العجينه الاولى كنسموها بمعلقه ديال التحميره ومعلقه ديال الحار، كندخلوا هادشي مزيان على العجين. والعجينه الثانيه كنسموها بمعلقه ديال توابل الشاورما، معلقه الخرقوم ومعلقه الزعتر. العجينه الثالثه كنخليوها طبيعيه. كنسرحوا العجينه الثالثه اللي عاديه، كنطبعوها بمريشم اللي تيكون صغير على هذا الشكل. ممكن تستعملوا اي مرشم عندكم توفر. ومن بعد ما كنكملوا الكميه، كناخذوا واحد الخليط اللي فيه بيضه شويه ديال صوص صوجا، كنطربوه مزيان وكندهنوا الوجه على هذا الشكل. كنديروا لوزه في الوسط وكنبركو مزيان عليها. كندخلوه للفرن على حراره مهيله بزاف باش يجيكم مقرمش، ما خصوش يتحمر بزاف باش تبقى فيه اللذه. العجينه الثانيه حتى هي كنسرحوها وكنطبعوها بواحد المريشم صغيور، ودائما ممكن تستعملوا اي مرشم متوفر عندكم. كندهنوا الوجه بالخليط، وكندهنوا غير شويه بشويه باش ما يبش معنا داك الخليط. كنديروا الزريعه د القرعه في الوسط وكنبركوا عليها باش تقبط راسها مزيان. ومن بعد كندخلوها للفرن على عافيه مهيله. بالنسبه للعجينه الثالثه كندهنوها حتى هي بالخليط، وكنرشوا عليها الزنجلان بيض. كنقطعوها بالناعوره على شكل مربعات صغيره، وندخلوها للفرن حتى هي على عافيه مهيله. ضروري هذا الفقاص يطيب على عافيه مهيله بزاف باش كيجي مقرمش ولذيذ. وها هو الشكل النهائي ديالو، كيجي لذيذ ومقرمش. الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايكات، وشكرا على المشاهده.